هنعمل ايه؟ هنعمل بسارية. مين فيكم بيحب البسارية؟ والبسارية دي اسمها في البلاد التانية ايه؟ انا مش عارفة بصراحة، هو عندنا هنا بنقول عليها بسارية، مش عارفة في البلاد التانية بيسموها ايه. البسارية دي في ناس بتستصعب تنظيفها. بصي تنظيفها هنا، بشيل الراس بيطلع معاها، بصي كل اللي ايه اللي جوه في البطن. هي صغننة جدا بس جميلة جميلة ومسكرة ومفيدة جدا للعظم. بصوا بشيل الراس، هعمل لكم كام واحدة كده عشان تشوفوا. بشيل الراس بيتشال معاها الايه اللي من جوه. بصي انا نضفتها كلها وخليتها زي الفل وغسلتها وظبطتها، كنت عامله لها خلطة بقى اللي هي ايه، توم وكمون وليمون وملح وقرن فلفل. وحطيت بقى عليها الخلطه دي وسبتها نص ساعه في الخلطه، وبعد كده بقى ايه قلت اجهز الدقيق. جبت بقى هنا الدقيق اللي انا هحطه فيها وحطيت عليها بس شويه كمون وشويه ملح، بس مش اكتر من كده. وقلبي بقى ليه علشان يبقى ايه، يبقى لها طعم كده لما تيجي تاكليها. وبقلبها هنا في الدقيق كلها، خليها كلها تبقى متغطيه بالدقيق، واحده واحده ما بتلزقش ببعضها على فكره. ازاي بقى؟ انا بجيب مصفى وبحط فيها ايه، بعد ما احطها في الدقيق اطلعها في المصفى دي وانخل الدقيق الزياده اللي في البسارية. بصوا بتبقى الواحده بوحدتها. وبجيب هنا زيت غزير بقى سخن واقوم حاطه فيه البسارية دي وبقلبها بقى ايه، بس بعد ما تتحمر شويه اهو زي ما انتم شايفين كده علشان ما تلزقش ببعضها. بصوا لونها ذهبي وجميل جدا. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا، تتاكل بقى كده في سندوتشات عيش جنب ايه، جنب شويه جرجير. لونها جميل وطعمها جميل وحلوة جدا للعظم ومفيدة جدا. بصوا شوية جرجير بقى وشوية عيش وكلوا أحلى سندوتشات.